السلام عليكم، بخير لاباس عليكم. اليوم سنتحدث عن مباراة الأهلي المصري وريال مدريد في المونديال المقام في المغرب، ونخصص الخبر لحارس ريال مدريد الذي يغيب عن مونديال الأندية، والذي أصيب في المباراة الأخيرة لريال مدريد مع مايوركا في الإحماءات قبل بداية المباراة، والتي لم يشارك فيها. وبعد المباراة نشرت صحيفة الماركا على أن تيبو كورتوا سيغيب عن لقاء الأهلي المصري، وسيغيب حتى عن النهائي إذا تأهلت ريال مدريد. وهي ضربة موجعة للميرينغي لأن كورتوا يعتبر من أفضل حراس المرمى، ونتمنى أن يستغل لاعبو النادي الأهلي غياب الحارس، لأن الحارس الثاني ليس بكفاءة ثيبو كورتوا، وهو ضعيف بالمقارنة به، ومستواه متذبذب ويرتكب الكثير من الأخطاء. هذا ما شاهدناه في مباريات ريال مدريد عندما يكون لونين حارس المرمى. ونتمنى التوفيق لأشقائنا المصريين الذين فازوا على سياتل الأمريكي في المباراة الربع النهائية، واستحقوا التأهل لملاقاة زعيم أوروبا في المباراة التي ستلعب يوم الأربعاء القادم على الساعة 7 بتوقيت غرينتش و8 بتوقيت المغرب. ونسأل الله التوفيق للاعبي الأهلي، ونتمنى لما لا فوزهم على ريال مدريد والتأهل إلى النهائي، وحتى الظفر باللقب للأشقاء المصريين في بلادهم الثانية. وستكون الجماهير المغربية خلف لاعبي الأهلي وستشجعهم إلى آخر رمق. ومرة أخرى نتمنى التوفيق لنادينا الأهلي.